يا مساء الفل عليكم، حلقة جديدة من بودكاست الكتابة فكرة. حلقة النهاردة مقسومة لجزئين. في الجزء الأول هنعمل مراجعة بدون حرق لفيلم الجواهرجي ونشوف هل الفيلم ده فعلا هو عودة محمد هنيدي ولا لأ. وفي الجزء الثاني هنسأل السؤال الأهم: إيه اللي حصل لمحمد هنيدي كنجم كوميدي؟ لأن السؤال مش هل محمد هنيدي لسه بيضحكنا ولا لأ، السؤال الحقيقي ليه النجم اللي كان في فترة من الفترات بيعمل أفلام كوميدية تقيلة وبنستناها بقت أفلامه بتدخل طي النسيان بسرعة. ودي حاجة هنرجع لها في الجزء الثاني من الحلقة. بس خلينا نبدأ بالفيلم اللي من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السعدني، وطارق عماد. التأليف لعمر طاهر، وشارك في الكتابة يسر طاهر، والإخراج لإسلام خيري. أحداث الفيلم بتدور حوالين عمرو، واحد من أكبر الجواهرجية في مصر، واللي علاقته بمراته ياسمين وصلت لحافة الانهيار، خصوصا إنهم اتطلقوا مرتين قبل كده، ومع الخوف من إن الطلاق الثالث يبقى نهاية العلاقة، الاتنين بيلجأوا لخبير علاقات زوجية علشان يحاولوا ينقذوا جوازهم. فهل هينجحوا وإزاي هيحاولوا يتخطوا المشاكل اللي بينهم؟ ده اللي بنشوفه في الأحداث. أول سؤال ظهر لما نزل الفيلم هو: الجواهرجي هيكون عودة محمد هنيدي؟ الجواهرجي من الأفلام اللي سمعنا عنها من 5 سنين. الفيلم كان متصور من فترة طويلة قبل حتى ما نشوف نبيل الجميل أخصائي تجميل اللي نزل 2022 وقبل مرعي البريمو، وعشان كده وقت الإعلان عنه سقف التوقعات كان عالي جدا. كان في إحساس إن ده ممكن يكون فيلم العودة لمحمد هنيدي. لكن بعد نبيل الجميل ومرعي البريمو التوقعات نفسها نزلت. فهل الجواهرجي قدر يعمل العودة دي؟ في رأيي لأ. بس هل هو أفضل من الفيلمين اللي سبقوه؟ ده أكيد وبفرق واضح. الجواهرجي فيلم مبني بشكل كويس، إيقاعه هادي، النكت والإفيهات فيه مش صارخة، وده خلاني أسأل نفسي وأنا بتفرج: هل الكوميديا هادية فعلا ولا احنا بنشوف فيلم اتكتب واتعمل من 5 سنين وبالتالي بعض الأفكار والإفيهات تأثيرها بقى أقل دلوقتي؟ في كل الأحوال الكوميديا مقبولة، مش هتلاقي نفسك بتضحك طول الوقت بس مش هتتضايق، ودي في حد ذاتها نقطة إيجابية. القصة نفسها كويسة، وإن كان من وجهة نظري ممكن يطلع منها أكتر من كده، كان ممكن نشوف مواقف أكتر وتطورات أكتر في العلاقة بين عمرو وياسمين. بس الفيلم في رأيي ما استغلش كل الإمكانيات اللي كانت موجودة في الفكرة، وفي المقابل كان في اهتمام واضح جدا بوجود ضيوف شرف. الفيلم مليان ضيوف شرف، وكل واحد تقريبا بياخد له مشهد أو مشهدين، وفي بعض اللحظات بتحس إن وجودهم معمول عشان يستهلك شوية دقايق من زمن الفيلم، لأن الأحداث نفسها مش كتيرة بالشكل الكافي. وفي مشكلة تانية قرب النهاية، في حدث بيظهر فجأة كده ومن اسم الفيلم ممكن تتوقعوه يعني لو فكرتوا شوية. بس مشكلتي الأساسية مش إنك تقدر تتوقعه، مشكلتي إنه حسيت إنه منفصل عن الأحداث وكان مجرد وسيلة إن الفيلم يوصل للنهاية مش أكتر. مع إن أنا شايف إن الفكرة الأساسية بتاعة الفيلم كان ممكن تتعالج بشكل أقوى بكتير في تسلسل النهاية. بالنسبة للتمثيل فالأداءات بشكل عام جيدة. بالنسبة لهنيدي هو أحسن من الفيلمين اللي فاتوا رغم إن الجواهرجي نفسه معمول قبلهم. منى زكي وأحمد السعدني كويسين جدا، وحاليا الاتنين في مرحلة توهج فني واضحة، وممكن نقول إنهم ما استفادوش من الفيلم على قد ما الفيلم استفاد من وجودهم. في النهاية الجواهرجي فيلم متوسط، مش فيلم وحش ومش هتتضايق وانت بتتفرج عليه، بس في نفس الوقت مش الفيلم اللي هتخرج منه وتقول محمد هنيدي خلاص رجع. أنا هدي الفيلم 5 من 10، بس بالنسبة لي نقطة الحديث عن الفيلم ده مش الفيلم نفسه. الفيلم ده خلاني أسأل السؤال اللي هو موضوع الجزء الثاني من الحلقة: هو محمد هنيدي حصل له إيه؟ لو عايزين نجاوب على السؤال ده محتاجين نرجع لورا شوية، لأن محمد هنيدي ما بدأش طبعا كنجم كبير، هو بدأ في نص التسعينات وكان واضح جدا من البداية إن عنده حاجة مختلفة. في مسرحية حزمني يا سنة 1994 دوره كان صغير، لكن مع الوقت دوره كبر بسبب اللي كان بيقدمه، وعادل إمام استعان بيه في دور صغير في الجزئين بتوع بخيت وعديلة في 95 و96، وفضلت أدواره تكبر لحد إسماعيلية رايح جاي وحلق حوش. وساعتها كان واضح لأي حد بيتفرج إن إحنا قدام نجم كوميدي جاي، خصوصا إن السينما المصرية وقتها كانت في مرحلة انتقالية، والنجوم الكبار اللي كانوا شايلين السينما لفترة طويلة بدأوا يكبروا في السن، وكان في مساحة كبيرة لنجوم جداد. وفي 98 طبعا جه الانفجار الحقيقي بصعيدي في الجامعة الأمريكية، اللي مش بس كان انطلاقة محمد هنيدي كنجم أول، ده تقريبا كان انطلاقة جيل كامل: أحمد السقا، منى زكي، فتحي عبد الوهاب، هاني رمزي وغيرهم. ولما نبص على أفلام هنيدي في الفترة دي هنلاحظ حاجة مهمة: 3 أفلام ورا بعض مع مدحت العدل في التأليف، وكل فيلم فيهم عنده شخصية وقصة، وكمان عنده فكرة أو موضوع أكبر من إننا مجرد بنضحك. صعيدي في الجامعة الأمريكية عن شخص داخل عالم مختلف تماما وبيتكلم عن أزمة الهوية والانتماء. همام في أمستردام عن الطموح والسعي ورا الحلم. وبعدهم بلية ودماغه العالية سنة 2000 واللي بيتكلم عن أطفال الشوارع. ورغم إنه محققش نفس نجاح الفيلمين اللي قبله، إلا إنك هتلاقي حاجة مهمة جدا في أفلام المرحلة دي: إنها أفلام ما كانش فيها البطل اللي هو محمد هنيدي مجرد واحد بيقول إفيهات، لا كان فيه شخصية وقصة وجانب درامي.
كل فيلم فيهم كان فيه لحظة درامية بتشوف فيها البطل بيتكسر أو بيتأثر أو بيحس إن الدنيا ضده، وكانت فيه رسالة واضحة. وكمان ممكن تشوف أكتر من لحظة درامية، وده في رأيي كان واحد من أسرار نجاح محمد هنيدي، لأنك كنت بتدخل الفيلم عشان تضحك، لكن في نفس الوقت كنت مهتم بالشخصية نفسها. بس بعد بلية ودماغه العالية بدأ يحصل تغيير، كأن هنيدي قرر يتنقل من مرحلة إزاي أعمل فيلم كوميدي كويس لمرحلة إزاي أعمل فيلم كوميدي يضحك الناس، والفرق بينهم كبير، وده ظهر في جاءنا البيان التالي سنة 2001. الفيلم قصته كويسة، فيه إفيهات كتير والجانب الدرامي فيه أقل، والرسالة مش هي الأولوية، بس الفيلم حلو. وبعد كده صاحبه في 2002 مع أشرف عبد الباقي، وعسكر في المعسكر 2003، والاتنين ما كانوش بنفس نجاح أفلام هنيدي الأولى، حتى لما صاحبه حقق نجاح أكبر مع الوقت بعد ما اتعرض على التلفزيون. بس هنيدي كان بيدور على التركيبة اللي يرجع بيها للنجاح الكبير، وفي 2004 جه فول الصين العظيم، عودة قوية جدا. وأنا شخصيا بحب الفيلم ده أكتر في نصه الأولاني لما كان مع جده جابر الشرقاوي. جت 2005 بفيلم أنا يا خالتي، والفيلم نجح، بس بعد كده هنيدي دخل في تجربة مختلفة، بدأ يعتمد أكتر على كوميديا الفارس، يعني الكوميديا تبقى هي الهدف الأساسي، كل مشهد تقريبا لازم يكون فيه إفيه، حتى لو الموقف نفسه ممكن يطلع منه لحظة درامية بيتم تحويله الكوميديا، وده ظهر في وش إجرام 2006 وعندليب الدقي 2007. دي أفلام فيها لحظات كوميدية ناجحة جدا، ممكن تشوف أجزاء صغيرة جدا درامية بس مش زي الأفلام اللي فاتت، وكانت اللحظات الدرامية حتى لو موجودة كانت موجودة بشكل ضئيل جدا، انت هنا كنت معتمد على الكوميديا بشكل كامل. وبالنسبة لي دي مش أفضل أفلام محمد هنيدي، لأنك أحيانا بتحس إن الإفيه هو اللي بيقود الشخصية، مش الشخصية هي اللي بتخلق الإفيه. وبعدها هنيدي حاول يرجع للتوليفة القديمة، قصة وشخصية وكوميديا ورسالة، وده كان في فيلم رمضان مبروك أبو العالمين في 2009، وده واحد من أفضل أفلام محمد هنيدي في رأيي. شخصية مدرس شديد له أفكار وطريقة كلام وتعامل، كان محمد هنيدي هو اللي لابس الشخصية وبيطلع الإفيهات من روح الشخصية، ودي نقطة خلت الفيلم والشخصية ناجحين جدا، والدليل إن الشخصية نفسها قدرت تعيش بعد الفيلم في مسلسل اتعمل بعدها ب3 سنين. بس بعد 2009 حصل تغيير مهم، محمد هنيدي بقى مش بينزل فيلم كل موسم زي الأول، ممكن بقى يستنى 2 أو ساعات 3 كمان أو أكتر، وفي نفس الوقت مستوى الاختيارات بدأ يبقى متذبذب بشكل واضح. الأفلام اللي فاتت دي هتلاقي الناس متفاوتة في حبها، يعني ممكن تلاقي فيلم أنت بتحبه حد يقولك لا مش حلو والعكس صحيح، إنما بعد كده الأفلام اللي جت كان فيها مشكلة واضحة إنها تلاقي نسبة كبيرة من الناس ما بتحبهاش. يعني مثلا في 2009 عمل أمير البحار، ما نجحش قوي رغم إنه معمول بكاركتر، بس توليفة الفيلم كلها وكتابته ما كانتش واقفة على أساس قوي. وفي 2012 عمل تيتا رهيبة، الفيلم كان فيه محاولة لوجود رسالة، بس بالنسبة لي الرسالة كانت مقحمة ومش ماشية بشكل طبيعي مع الفيلم، وكانت مش ذكية، والفيلم استفاد بس من ثنائية محمد هنيدي وباسم سمرة اللي كانت موفقة جدا، ويمكن هي دي سبب إن الفيلم لما اتعرض على التلفزيون الناس حبته شوية. في 2015 عمل فيلم يوم ملوش لازمة، محققش النجاح المتوقع، و2017 عمل عنترة ابن شداد، وده من أكتر الأفلام اللي بتوضح المشكلة اللي بنتكلم عنها، لأنك بتشوف محمد هنيدي بيعمل محمد هنيدي، مش بتحس إن الشخصية نفسها هي اللي بتتكلم، وكان محاولة بس لاستثمار نجاح ثنائية هنيدي وباسم سمرة. وبعد 4 سنين جه الإنس والنمس، وبعدها نبيل الجميل أخصائي تجميل، وبعدين مرعي البريمو. لو بصيت على الكيرف كله هتلاحظ إن المشكلة مش إن محمد هنيدي بقى مش بيضحك. طب إيه المشكلة؟ أنا شايف إن عندنا 3 مشاكل أساسية. أول مشكلة إن الكوميديا بقت أحياناً هي الهدف مش نتيجة للشخصية. في نوع من الكوميديا هدفه الأساسي إنك تضحك وخلاص، وده مش عيب في حد ذاته، في أفلام كاملة معمولة على الفكرة دي وبتنجح جدا. فيلم زي تشين اوف فولز مثلا قايم على إن الأحداث عبثية ومتتالية عشان تضحك. بس مشكلة النوع ده من الكوميديا إنه خطر قوي، يا إما هينجح معاك جدا يا إما هيخيش جامد، ما عندوش منطقة وسط. ومحمد هنيدي لما اعتمد على النوع ده من الكوميديا بعض الأفلام اشتغلت وبعضها، ويمكن دي النسبة الأكبر، ما اشتغلتش خالص. تاني مشكلة هي الزمن، أو زي ما الناس بتقول العمر. دي نقطة الناس اتكلمت عنها كتير، إن محمد هنيدي أحيانا بيظهر في شخصيات أو مواقف مش متناسبة مع المرحلة العمرية اللي وصل لها. بس أنا شايف إن المشكلة مش في العمر لوحده، لأنك لو بصيت مثلا على مسلسل شهادة معاملة أطفال اللي اتعمل في رمضان 2025، هنيدي كان بيقدم شخصية راجل كبير وعنده بنت، والشخصية نفسها متناسبة مع سنه، لكن المسلسل منجحش. ليه؟ لأن المشكلة مش إن هنيدي كبر، المشكلة هل الكوميديا اللي بيقدمها كبرت معاه؟ لأن أحياناً بتحس إن نفس طريقة الإفيه ونفس ردود الفعل ونفس الطاقة الكوميدية اللي كانت بتشتغل وهو أصغر لسه مستخدمة بنفس الشكل.
والممثل لما يكبر مش مطلوب منه يبطل يبقى هو، بس مطلوب منه يلاقي نسخة حديثة أكتر شوية من نفسه، النسخة اللي بتقدم نفس اللي كان بيقدمه بس بطابع لايق مع تطور الزمن. ويمكن دي المشكلة اللي من وجهة نظري بانت في مسلسل شهادة معاملة أطفال. محمد هنيدي كان بيقدم الكوميديا بتاعته، بس كانت كوميديا مش هقول قديمة، لكن هي الكوميديا اللي ابتدى بيها ما اتطورتش بالشكل الكافي علشان تكون لايقة مع العصر. وتالت وأهم مشكلة طبعا هي الكتابة، ودي في رأيي المشكلة الأساسية. لما تبص على الأفلام اللي نجحت جدا مع محمد هنيدي هتلاقي إن الشخصية مكتوبة حلو، مش مجرد محمد هنيدي بيقول إفيهات. صعيدي في الجامعة الأمريكية أنت شايف صعيدي، همام في أمستردام شخص عنده حلم بيحاول يوصل له، رمضان مبروك أبو العالمين حمودة شايف مدرس شديد، فول الصين العظيم أنت شايف شخص جبان. الشخصية هي اللي بتطلع الإفيه، لكن لما الشخصية ما تبقاش مكتوبة بنفس القوة بيحصل العكس. محمد هنيدي هو اللي بيطغى على الشخصية، وده بالظبط اللي حسيت بيه في عنترة ابن شداد. انت مش شايف عنترة، انت شايف محمد هنيدي بيعمل عنترة. ودي مشكلة كتابة قبل ما تكون مشكلة تمثيل، لأن الشخصية نفسها مكتوبة ضعيفة، فبالتالي الممثل طغى عليها، وده يمكن اللي يخليها ما تحققش التواصل المطلوب مع الجمهور. وده يرجعنا للجوهرجي. لما نرجع للجوهرجي بعد الكلام ده كله تقدر تفهم أنا ليه قلت إنه مش عودة محمد هنيدي، لكنه خطوة في الاتجاه الصح. هو مش محتاج فيلم عبقري عشان يرجع، هو محتاج فيلم مكتوب كويس، شخصية مكتوبة حلو، مواقف كوميدية نابعة من الشخصية، وقصة تخليك مهتم بالبطل حتى لو ما قالش إفيه. ودايما أي ممثل كوميدي يخيش شوية نقول خلاص يعمل دراما بقى، بس السؤال هل الحل إن هنيدي يعمل دراما؟ أنا بصراحة مش من أنصار الفكرة دي خالص، مش شايف إن كل ممثل كوميدي لما يكبر لازم يقول خلاص أنا هعمل دراما بقى علشان كبرت. لا، خليك كوميدي، بس خليك كوميدي مناسب للمرحلة اللي وصلت لها. والموضوع ده حصل مع عادل إمام لما كبر، بعض أفلامه ابتدت تضعف، ما قالش خلاص هبقى ممثل درامي بس، لكن بدأ يغير الكتاب والمخرجين والطريقة اللي بيقدم بيها نفسه، وظهر ده في أفلام زي أمير الظلام وغيرها. ونفس الفكرة نقدر نشوفها عند كريم عبد العزيز لما دخل مرحلة عمرية أكبر، عمل كوميديا زي نادي الرجال السري والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، بس ما حاولش يعمل نفس الكوميديا اللي كان بيعملها في أبو علي أو محطة مصر، لأن الممثل لما يكبر مش لازم يغير نوعه، هو بس محتاج يعرف إيه اللي يليق إن هو يعمله دلوقتي. وفي النهاية أنا مش شايف إن محمد هنيدي فقد موهبته، الكوميديان مش بيصحى في يوم يلاقي إنه ما بقاش يعرف يضحكك، كل اللي ممكن بيتغير هو اختياراته، واللي ممكن يحصل إن نفس الأدوات اللي كانت بتشتغل من 20 سنة ما تبقاش كفاية دلوقتي. ويمكن جدا يكون في جزء من المشكلة إن نجاح محمد هنيدي الكبير خلاه عارف إن الجمهور أصلا بيحبه، فأحيانا بيبقى الاعتماد على الحضور أكبر من الاعتماد على قوة المشروع. لكن لو هنيدي رجع يركز في الاختيارات ويختار نص قوي وشخصية مكتوبة بجد، ويخلي الكوميديا نابعة من الشخصية بدل ما تبقى الشخصية مجرد وسيلة للكوميديا، فساعتها هيقدر يرجع بسهولة. لأن الحاجة الأهم أكيد لسه موجودة، إن محمد هنيدي دمه خفيف، هو بس محتاج يرجع يعمل الحاجة اللي كان بيعملها بأحسن أفلامه، نشوف الشخصية قبل ما نشوف محمد هنيدي. وده في رأيي الإجابة على سؤال الحلقة، إيه اللي حصل لمحمد هنيدي؟ هو ما اختفاش ولا فقد موهبته، لكن في وقت من الأوقات محمد هنيدي النجم بقى أكبر من الشخصية اللي بيقدمها، وفي أفضل أفلامه كان العكس هو اللي بيبقى حاصل، الشخصية كانت بتبقى أكبر من محمد هنيدي، وبالتالي بيقدر يتفاعل جواها بشكل أكبر. وده الفرق اللي أنا مستنى أشوفه في الفيلم اللي جاي. وبس كده خلصت حلقتنا. مناقشة الحلقة بقى إيه أكتر فيلم بتحبوه في مسيرة محمد هنيدي؟ مستني مشاركاتكم في الكومنتس على اليوتيوب، وتابعوني على فيسبوك وتيك توك وإنستجرام عادل أبو الفضل. ولو عجبتك الحلقة خليك شريك فيها بشير ولايك وسبسكرايب، واستنوني في الحلقات اللي جاية من الكتابة فكرة، وسلام عليكم.